هو انا ليه دايما بقع في الناس الغلط؟ انت عارفه انك ما بتحبيش نفسك، انك ما تستاهليش، وانك مش كفايه، وان ما حدش بيحبك. هل المشكله فيا ولا المشكله فيهم؟ ولا انا محتاجه اظبط اختياراتي؟ ولا حد موصيهم عليا مثلا؟ ولا المشكله فين؟ عزيزتي، هاتي حاجه اشربيها وتعالي عشان اقولك على الخلاصه بتاعت موضوع النهارده. موضوع النهارده مهم جدا، تقريبا مفيش حد هيسمعه الا لو مر بيه او لسه حتى عطلان فيه. النهارده الحلقه التانية من بوصله عن حب الذات، وعن الناس الغلط اللي بتدخل حياتنا، وايه الغلطة اللي احنا بنعملها عشان توقعنا في الناس دي. الناس بتعاملك وحش لانك ما بتحطيش حدود ليهم، ما بتحطيش حدود ليهم لانك محتاجاهم، محتاجة الحب بتاعهم والاهتمام، ومحتاجة انك تتشافي، ومحتاجة ناس حواليكي. واحتياجك ده بقى بيخليكي تبقي طول الوقت مضطرة تستحملي التجاوزات بتاعتهم واذاهم في حقك. اللي هو يعني بتقولي لنفسك اهو نستحمل شوية الغلاسة بتاعتهم او نستحمل شوية التجاوزات بتاعتهم، بس هم في الاخر بيدوني حب، بيدوني اهتمام، موجودين في حياتي. وابتدي افتكر لهم المواقف الكويسة اللي ممكن تكون جدا بعد ما تطلعي من العلاقة دي تلاقيها ولا كانت كويسة ولا حاجة. السؤال بقى الاهم هنا هو انا ليه اصلا ما بحبش نفسي؟ عارفة ان في ناس هتبتدي تقول لا يا رحاب انا بحب نفسي وانا بهتم بيها عارفة ان احنا كلنا بنقول ده، بس في الحقيقة احنا ما بنعملش حاجة خالص نحب بيها نفسنا حقيقي. او بنقول قدام الناس ان احنا بنحب نفسنا، بس بينك وبين نفسك انت عارفة انك ما بتحبيش نفسك، ما بتحبيش تقعدي معاها، قعدتك مع نفسك تقيلة على قلبك. فتبتدي تعملي ايه؟ تشغلي نفسك بلمة وناس وخروجات وسفر. السؤال المهم بقى هو انا ليه ما بحبش نفسي؟ انا عارفة انه كل حد دلوقتي هيقول لا يا رحاب انا بحب نفسي وبهتم بيها وبخرجها عارفة ان كلنا بنعمل ده، بس في فرق ما بين انك بتحبي نفسك ومصدقة من اعمق حتة جواكي انك فعلا تستاهلي. عارفة انت تستاهلي ليه، عارفة ايه المميزات اللي فيكي، عارفة الناس اللي دخلت علاقات معاكي ومشيوا هم خسروا ايه، عارفة كويس قوي انت بتقدمي ايه في حياة كل حد في حياتك. في فرق ما بين ده وما بين اني من على الوش من فوق كده بقول انا بحب نفسي واستاهل، بس انا من جوايا عارفة ان انا ما بحبش نفسي ومش شايفة حاجة جوايا تستاهل ان الناس دي تكون في حياتي او اي حد يكون في حياتي. وبالتالي في فرق كبير ما بين حب النفس اللي هو انا مصدقاه ومدركاه وعارفه ان انا استاهل، وما بين حب النفس اللي هو من على الوش ده. وانا عارفه كويس قوي انك كلمه حب النفس بالنسبه لك غريبه، لانه انت ما اتعلمتيش يعني ايه تحبي نفسك. اصلا ما تقدملكيش الحب في سن معين من الدوائر القريبه منك عشان يعلمك يعني ايه تحبي نفسك. انت ما شفتيش في عيون الناس اللي حواليكي في الدوائر القريبه منك واحنا صغيرين، ما شفتيش في عينيهم انك تستاهلي، فكبرتي وانت مركزه على انك تعوضي نقص الحب ده من الناس اللي حواليكي. فبداتي تاخدي ده من الناس اللي حواليكي، ولان الناس اللي حوالينا بيبقوا عارفين كويس قوي احنا داخلين العلاقات دي ليه، فبيبتدوا يستغلوا الحته دي، انه انا هقدم لك حب بس هتجاوز حدودي، انا هقدم لك حب بس هستغلك، انا هقدم لك حب واهتمام وشويه كلام حلو بس هاذيكي، واذى واضح. ورغم كل اللي الناس دي في حياتك بيعملوه انت بتفضلي موجوده معاهم. بالعكس كمان انت بتقعدي تجملي صورتهم في عينك لانك ما عندكيش حل تاني. ما ينفعش تشوفيهم وحشين، لانك لو شفتيهم وحشين هتمشي وانت مش عايزه تمشي، لانك لو مشيتي هتتوجعي. فبتفضلي موجوده في العلاقه دي راضيه بشويه الفتافيت اللي بتتقدم لك لمجرد انهم موجودين، لمجرد انك ما تحسيش انك لوحدك، ويتاكد عندك الشعور انك ما تستاهليش وانك مش كفايه وان ما حدش بيحبك. فعدم شعورك بانك ما تتحبيش وانك ما تستاهليش الحب ده او ما تستاهليش ان يتقدم لك حاجه كويسه بيخليكي حرفيا تفتحي الباب لاي حد، تعالى ادخل حسسني بالحب والاهتمام وقول لي كلام حلو يخليني احس ان انا تمام، يخليني احس في وقت من الاوقات ان انا مهمه، لان ده شعور انا مفتقداه من وانا صغير. فلما بكبر عايزه حد ياكدهولي ويقولهولي بشكل صريح سواء بالكلام او بالافعال طول الوقت، حتى لو كان الشخص ده شخص مؤذي واذاه واضح جدا على حياتي. وانا عارفه كويس قوي ان بيجي عليكي وقت تبقي شايفه الاذى واضح، الاذى ده احيانا ممكن يوصل لضرب وخيانه واستغلال مادي واستغلال عاطفي. عارفه ان ده احيانا في اي علاقه ممكن يحصل. المشكله بتكون فين؟ ان لما ده بيحصل بتبتدي انت تطلعي مبررات، انا اللي عصبته، هو اكيد مضغوط، بس هو في اوقات كتير قدم لي حاجات كويسه فانا لازم استحمله في الوقت اللي هو مضغوط فيه. وتبتدي تطلعي في مبررات عشان تحافظي على بقاء الشخص ده في حياتك. فلو انت مريتي بالمسلسل اللي انا بحكيهولك ده فبالتالي هنا في مشكله في حاجتين، في مشكله في الحدود بتاعتي واللي منها جاي ان انا اصلا ما بحبش نفسي، فشايفه اني ما استاهلش اقول لا وما استاهلش اوقف الناس عند حدها. فبالتالي المشكله الكبيره في ان انا ما بحبش نفسي.
ان انا مش مصدقه ان في حاجات كويسه تخلي الناس اللي حواليا تحبني من غير ما اقدم لهم حاجه. بالعكس انا بقدم احسن ما فيا، بقدم احسن حاجه موجوده جوايا، وبرده ما بيتقدمليش نص الحب اللي انا بقدمه. وانا عارفه كويس قوي كل الفيديوز اللي ممكن تكونوا اتفرجتوا عليها ليها علاقه بانك تحبي نفسك، وانه لازم يبقى عندك سكين كير روتين، ولازم تعرفي تلبسي كويس وتخرجي لوحدك وتكوني صداقات. كل ده لطيف وحلو، بس في قبله مرحله مهمه جدا. عارفين بالظبط لما نيجي نبني عماره وبعدين الاساس بتاعها ما اتحطش، بس انا عماله ابني في الادوار، هتطلع عماره هشه وعماره اقل شويه هوا خبطه عاصفه كبيره ممكن تاثر فيها وتوقعها، لان الاساس مش مظبوط. الاساس بتاع حب النفس ان انا اشوف نفسي بنضارتي، اشوف انا استاهل ايه، انا ايه الصفات الحلوه اللي فيا، ايه الحاجات اللي انا ممكن اقدر اديها للناس اللي حواليا. ان ابتدي افهمني، افهم مشاعري، افهم انا بحس بايه، افهم ليه الموقف ده ضايقني والموقف ده ما ضايقنيش، ليه فلان ده بيستفزني قوي وبحس ان انا غضبانه لما بشوفه، او التصرف ده ليه بيستفزني قوي. مهم اعرف انا مين، وانا مين ده عباره عن ايه، شويه افكار ومشاعر واحداث هي اللي كونتني وكونت شخصيتي، خلتني بقيت عارفه انا بحب ايه وما بحبش ايه، وايه اللي بيعصبني وايه اللي بيرضيني. لما بدخل ما عنديش المعاني دي بدخل علاقه تايهه، بيبتدي اي حد ممكن يمشيني على مزاجه، اي حد يقول لي ده صح وده غلط، اي حد يقول لي ده العادي في العلاقات. وده كتير انا بسمعه في الجلسات، ان ست تقول لي ان جوزها او خطيبها او الشخص اللي هي آه، شريكها في حياتها يقول لها انا امي كانت بترضى ان هي تتضرب عادي، انت ليه مكبره المواضيع؟ وبعد ما كانت رافضه للموضوع ده بدات واحده واحده تقبله، لانه شايفه ان ده العادي، لان هي ما عندهاش مرجع، ما عندهاش حاجه ترجع لها وتقول فين الصح وفين الغلط. بدات تشك حتى في احاسيسها، وتبتدي تحس ان الترمومتر بتاعها في اختبار ان العلاقه دي تنفع او لا، الترمومتر ده مش موجود او بايظ، او من كتر ما بقى مركون وبقت حاسه ان ما عندهاش الحق ان هي تقول فين الصح وفين الغلط، ترفض الحاجات اللي مضايقاها وتقبل الحاجات اللي بتبسطها. من كتر ما السنسور ده ما اشتغلش وبقى مركون، ما بقاش شغال، فبقت تاخد السنسور بتاع الناس. لو لغايه النهارده انت لسه قاعده بتدخلي في علاقات مسيئه وعلاقات مضره وعلاقات فيها ناس بتستغلك طول الوقت، ارجوكي فوقي لنفسك، فوقي لنفسك وشوفي انت ربنا خلقك ليه. انت ربنا خلقك متفرده، ليكي رحلتك لوحدك مش رحله باقي الناس. لازم يكون فيا حاجه ربنا خلقني عشانها، لازم يكون فيا حاجات كتير محتاجه انا اشوفها عشان اوريها للناس، عشان الناس دي تدخل حياتي من غير اي مجهود مني. مش معقول عشان اخلي حد او اغري حد انه يدخل حياتي لازم اقدم له كل اللي عندي، ماديا وعاطفيا ووقتي ومجهودي، كل حاجه اقدمها للشخص ده وابقى مستنيه منه يقدم لي زيها. لا، هو عنده حاجات تانية مهمه، هو عارف قيمه نفسه، عارف كويس قوي ان اللي انت بتقدميه له ده عشان هو يستاهل، فبالتالي مش هيهدر مجهوده ووقته وحياته معاكي. هو شايف انه بياخد الحاجات دي كده كده منك، سواء بذل مجهود في العلاقه او ما بذلش. تخيلي كده واحد انت بتقدمي له خدمه 5 نجوم، عاملك حلو بتعامليه حلو، عاملك وحش برضه بتعامليه حلو، شاف حد غيرك بتعامليه حلو، مشي وسافر وراح ورجع وانت برضه قاعده مستنياه. طب هو هيرجع تاني يبص للموضوع ازاي؟ هيرجع يقول طب ما انا عملت او ما عملتش بيتقدم لي الحلو، اقدم ان انا حلو ليه؟ ابذل مجهود ليه؟ اقعد افكر الانسانه دي محتاجه ايه في حياتها او ايه احتياجاتها او ايه اللي بيبسطها ليه؟ ما انا كده كده اخد كل المميزات. فليه زعلانين دلوقتي انه رغم الحلو اللي انا بعمله بيتقابل بوحش او ما بيتقابلش بحاجه اصلا، او ما بشوفش ربع الاهتمام اللي انا بقدمه في الشخص اللي قدامي؟ راجعي نفسك وشوفي ايه الحاجات الكويسه اللي جواكي. هسيب لكم في الديسكربشن هنا، هسيب لكم في الديسكربشن بوكس شويه تيست وشويه حاجات محتاجين تقروها وشويه تكنيكس هتساعدك تبتدي رحله حب النفس. ده مش اخر فيديو عن انك ازاي تحبي نفسك، هنعمل سلسله طويله. اعملوا سبسكريبشن للقناه وفعلوا الجرس عشان اول فيديوهات تنزل تعرفوا تشوفوها وتتفرجوا عليها وتاخدوا نوتس كمان منها. انا اتبسطت بالحلقه بتاعت النهارده، هستنى الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي السيناريو ده بيحصل مع مين فيكم. سلام عليكم.